اليوم كانت لا سيناتور تاع السي عبد القادر التلمساني باش يتريني اون دي زيكيب تاع التحق بالطاقم الفني لنادي جيلي غموراسان. يعطينا كلمه كيف انت كنت مومبر فعال كيفاش جرات المفاوضات وكيفاش حتى قبل، مع العلم ان عبد القادر التلمساني ماشي من السهل باش يقبل ينضم لاي فريق ولا اي نادي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بون كانت كما يقول لك المفاوضات مع سي عبد القادر التلمساني سهلة بحكم هو صديق وأخ وكما يقول لك وصديق الوالد ويعرف كما يقول لك الخبايا والنوايا تاعنا. احنا كما يقول لك اتصلنا بسي عبد القادر انا ورئيس فريق تاع جيلي غموراسان الاخ سيد احمد الواش باش يعني اولا يستفادوا هاد كما يقول لك هاد الشبان تاع جيلي غموراسان بالخبره تاعه، وكما تعرفوا هو لاعب دولي ويعني واطار مديريه الشبيبه والرياضه وكما يقول لك كفاءه يعني هنا في مدينه وهران. للاسف هذه الكفاءه اللي نعتز بها وللاسف اللي ما استغلتش من طرف فرق النخبه. كما يقول لك سيد احمد وله الشكر اغتنم الفرصه وتقرب من السيد عبد القادر التلمساني باش يعني يكون في فريق جيلي غموراسان وباش يطلقوا نواه يعني المشروع تاعهم، يعني المشروع تاع جيلي غموراسان باش راك فاهمني. عندهم كما يقول لك مشروع باش العام الجاي ثاني عندهم الكادي والمينيم وكاع، والعام الجاي يكون عندهم جينيور ويرافقهم سي عبد القادر التلمساني حتى الفريق الاكابر. يعني من هنا غادي ينطلق المشروع مع سي عبد القادر، وعبد القادر التلمساني معروف يعني كفاءة كما يقول لك وغني عن التعريف، والمفاوضات جرت كما يقول لك في ظروف حسنه ويعني طلب الامر كما يقول لك جلسه تاع ربع ساعه واتفق الطرفين على كل كما يقول لك بنود العقد. وحنا من جانبنا حنا كما يقول لك نتمنوا هذا كما يقول لك هذه الصفقه اللي قاموا بها جيلي غموراسان نبارك عليهم ونتمناو النجاح لكل المدارس الكرويه سواء جيلي غموراسان ولا كما يقول لك النوادي الاخرى كما جيل يعني حي اللوز، فريق صفا حي اللوز اللي ثاني كذلك ما ننسوش راه يشرف عليه سي بوعزة كراشاي اللي هو تقني في الرياضه يعني. وكان كما يقول لك كنا ثاني سبب باش بناه لنا الحي اللوز واتفق مع المسيرين وعلى راسهم الاخ تاعي بالحميدي فاتح وراه يشرف على النادي. والحمد لله النادي ثاني هذا صفاء حي اللوز راه اول مشاركه تاعه راه محتل المرتبه الاولى في البطوله الولائيه. ومن هنا من هذه المدارس هذو اللي راهم ينشطوا سواء جيلي غموراسان ولا صفا حي اللوز ولا نادي رائد وهران ولا رائد غرب وهران يعني باش كما يقول لك المستقبل القريب نخرجوا بلايلي واحد اخر بونجاح وبن عياده ويعني في اطار التكوين والرياضه تربيه واخلاق. وبارك الله فيكم انتم كذلك قناه الموعد الرياضي على كما يقول لك متابعه هذه كما يقول لك هذه الفئات الصغرى والرياضات الاخرى اللي نورمالمون منسيه يعني من طرف الكثير من الصحفيين. انتم راكم في يعني نوجدكم في كل مكان سواء في الجيدو سواء في الناطاسيون سواء في الهوند. بارك الله فيكم والله يجازيكم، وكما يقول لك نتمنى لكم مستقبل زاهر ان شاء الله باذن الله.